اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. هنعمل بقى الكبسة باللحمة بطريقة سهلة جدا وبسيطة على طريقتي. هي لها طرق كتير يعني مختلفة، فكل واحد بيعمل الطريقة اللي بيحبها. انا هضيف بقى معلقتين كده من الزيت ومعلقة زبدة كبيرة. اول ما يسخنوا هنزل باللحمة اديها صدمة. ألزم الزيت او الزبدة يكونوا ساخنين كويس جدا عشان اللحمة تاخد صدمة كده لما تنزل، ما تنزلش مية. تمام، هقلبها كده على الناحية التانية. احنا كده شوحنا اللحمة كويس. هنزل بقى بالتوابل، معلقة كبيرة من البهارات الكبسة ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود. تمام، احنا مش هنضيف الملح دلوقتي خالص عشان ايه، اللحمة بتاعتنا نسيبها تستوي براحتها. هضيف بقى انا فرمة بصلاية كبيرة ناعم ومعلقة توم كبيرة. تمام، هقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم ما شاء الله لسه مستوتش والريحة جميلة جدا. هنا بقى نزلت بالتوابل الجافة، معايا ليمون لومي، حبهان، قرنفل، عودين من القرفة. هقلبهم مع بعض بقى كده لحد ما ريحة التوابل كده تظهر، وبعدين هنزل بعصير طماطم، وممكن تضيفي معلقة صلصة. وهضيف بقى مية مغلية، ونسيب بقى اللحمة بتاعتنا تستوي. وهنا ما شاء الله كانت اللحمة استوت. هنا هنزل بالرز بقى البسمتي، انا كنت غسلاه ومنقعاه كويس جدا. هضيفه بقى، سيبه ياخد كده غلوتين وبعدين نهدي النار عليه خالص يستوي بقى كده مع نفسه مع اللحمة. هنا هنعمل سلطة الدقوس. انا معايا طماطم، فلفل، شطة وفلفل رومي، عصير ليمونة كبيرة، ومعايا بقى عودين كده من البقدونس، بس هناخد الورق العيدان لأ. تمام، هنضرب بقى الكلام ده كله في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما شاء الله، بعد ما احنا ضربناه في الخلاط فرمناهم كويس جدا ناعم، ضفت كده معلقتين زيت كبار وملح، ومعلقه كده كمون صغيره ومعلقه فلفل اسود صغيره. وكده سلطه الدقوس معانا جاهزه. انا عملتها على البارد حلوه جدا. وهنا ما شاء الله بقى كانت الكبسه بتاعتنا استوت. عايزه اقول لكم طلعت حلوه جدا ما شاء الله، طعم وريحه كده جنان، ولا غلطه. شايفين؟ اللهم بارك. واللحمه استوت كويس جدا. شايفين؟ اللهم بارك ما شاء الله، اللحمة دايبة دوب. بس انا كانت سخنة جدا يعني. شايفين؟ ما شاء الله، ولا غلطة. اللهم بارك. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، اشوفكم في فيديو جديد.